تدرون المالكي بوحده عنده مثل هذا البيت، شوفوا هذا العنشوقي بقده 10 مرات، يعني حسبوا 10 بيوت بقذني خل ادهشك بعد. تدرون حيدر العبادي عنده بيت هنا قصر؟ مرحبا. المواطن العراقي اللي حائر بالعيشه مالته وحائر بالدولار، صعد الدولار ها نزل الدولار، وحائر بالطبقه البيض يوميا 9000 دينار. طول خلقك شويه وياي وراح اسولف لكم على حكام العراق اللي يوميا لاعبين بالدولار وشاعلين يومه للمواطن العراقي. على سبيل المثال هنا بلندن ماشي، راح اسولف لكم عن بعض حكام العراق اللي عندهم بيوت بلندن. ايش قد اسعار بيوتهم؟ تشوفون هذول البيوت اللي ورايا؟ هذا طبعا هذا الباب الاحمر وهذا الباب، هذا بيت، هذا الباب الاحمر بوحده، هذا بيت، بيت عنشوقي صغير بهاي المنطقة، منطقة اوكي تعتبر زينة حلوة، يطلع سعره تقريبا مليون، مليون وربع باوند او مليون ونص باوند، حسب، تقريبا مليون ونص دولار او اكثر. تدرون هاي البيوت العنشوقية ذولا مواطنين انجليز يتعبون حياتهم كلها، يشتغلون يدفعون ضربة حتى يشتري هيك بيت صغير عنشوقي يقعد هو عائلته يستر بيه. مليون ونص دولار طبعا هاي احتمال اكثر. تدرون المالكي بوحده عنده مثل هذا البيت، تشوفوا هذا العنشوقي بقده 10 مرات، يعني حسبوا 10 بيوت بقذني المالكي عنده، يعني تقريبا 12 مليون 15 مليون 14 مليون باوند هيجي بالدولار اذا تحسبها تقريبا 16 17 مليون دولار. خل ادهشك بعد. تدرون حيدر العبادي عنده بيت هنا قصر؟ اي حيدر العبادي عنده بيت قصر بلندن، وهم حوالي سعره ما يقارب اكثر من 10 مليون دولار. اياد علاوي حبيب الوطن القديم اللي اسس الجيش العراقي، اياد علاوي اللي انضرب بالنعال، اتذكر ضربوه بالنعالات بالنجف من طبع على مقتدى وحارب مقتدى بوقتها. تدرون اياد علاوي قاعد بمنطقه هنا قريبه عليه كلش اسمها كينغستون هيل. اياد علاوي عنده بيت بكينغستون هيل، الله لا يشوفوكم اياه، يعني صدق لا تشوفه، لان اذا اشوف البيت مال اياد علاوي راح تنصدم تبكي. شنو هاي؟ الله دخلني هيك تقوم تسوي، والله دخلني يا الله هيك تقوم تسوي. اياد علاوي يمكن بيته الله لا يكذبني 15 مليون دولار 16 مليون دولار او اكثر. الشلبي ايضا جوارين هو اياد علاوي ما شاء الله احباب، راح هو الرجال راح الحق داره، الدار حقه ما اعرف، المهم هو اللي جاب الامريكان طبعا للعراق. الشلبي هم عنده بيت هنا، وبنته تمارا ايضا اللي هي وريثه مال البابا هنا قاعده ومتنعمه بهذا البيت. والمواطن العراقي خطيه يوميه، ها صعد الدولار 162، ها نزل الدولار صار 155، صار 157. هذول اللي سولفت لكم عليهم دول بس اللي انا اعرفهم صراحه. واللي هنا تروح تسال مثلا السوريين، اسال اللاجئ العرب، اسال السوداني، اسال المصري، يا عمي يا راجل عندكم حد اسمه العلاوي عنده بيت هنا مخيف، عندكم المالكي يخرب بيت جده عنده بيت عملاق هنا في لندن. كل ذول اللي اعرفهم بلندن. اعطيتكم اياه باختصار. هذول املاكهم بس بهذا البلد، هاي فلوسهم بس، هم وعوالم. ماكو واحد نسيت خراب عرضك يا جعفري، وين ابو الشفافيه؟ شفافيه كان ساطر دينه قال شفافيه، حكى شفافيه، قال شفافيه ما نعرف الفونسق الحقيقيه، ما نعرف الحكي اللي يحكي، ما نعرف من يا عصر جاي من يا كوكب جاي. ويلي عليك يا جعفري عنده بيت هنا الا مخيف. ترى من دا اسولف لكم على ارقام خياليه، يعني 14 مليون باوند 15 مليون باوند استرليني، يعني بالدولار يطلع 16 17 مليون دولار، ارقام خياليه. يعني هذا المواطن الانجليزي عايش هنا ومتربي هنا، هو وابوه واجداده واجداد اجداده، يا دوبك عنده هيك بيت زعطوط، هيك بيت صغير حلو مشكنا، الغرف مالته ترى كلش صغار وبسيط كلش، يا دوبك عنده هيك بيت، ويتعب ويشتغل ويدق، تالي ما تالي يشتري له هيك بيت
يجي واحد حكم العراق ل3 سنوات 4 سنوات، العبادي 3 سنوات وشويه، وهذا يطق له بيت بعدال ذني كلهن. تريد ادهشك بعد؟ اكو واحد عنده 3 مصارف بالعراق، هذا قبل سنه تقريبا قبضت الدوله عليه وصعدت عليه النزاهه بالعراق والى اخره، ملكيته ما ادري تعبر ال 40 مليون دولار 50 مليون دولار اكثر احتمال. موجود هنا بلندن همينه. نسولف لكم بعد لو على غير فيديو، خلوا على غير فيديو. واللي يقول لي كلامك مو صحيح، ترى قسما بالله والله العظيم اروح لبيوتهم واحد واحد واقف قدام الباب واصورها. هنا أنا حريه، مو مثل العراق ايام الشرقيه كنت بالشرقيه يوميا مهددين لمك ولاتك واطفر للشمال كردستان، يوميا مهددين ولمك ولاتك سجودي واطفر الكردستان، ابقى شهر والشرقيه تعطي الفلوس وهذا والى اخره. هنا احنا بلندن، يعني ماكو احد يهددك، ماكو احد يتعرض لك. واللي عاندني ترى قسما بالله اروح واصور البيوت، بس جديات لان ما عندي وقت وبالشغل دائما بالشغل، لذلك ما اقدر اروح اسويها. يعني شويه صعبه علي اذا اروح اصور البيوت مالتهم وهذا. بس هذا الكلام اللي قلته تقدر تدخل على جوجل وتشوف الكلام مالتي صح او خطا، او اسال اي واحد بلندن، صديقك، ابن عمك، ابن خالك، عرف، جوارين، اي واحد ساله قول له هذا الكلام صحيح، شوف ايش راح يقول لك. تحياتي.